يلا نصلي على الرسول ونحط لايك للفيديو ونسمع قصة النهاردة. متنسيش يا قلب اختك، وانت كمان يا اللي بتتفرج على الفيديو تحط لايك، عشان اللايك بتاعك ده والتعليق بيدعمني جدا وبيشجعني ان انا اكمل معاكم. قصة النهاردة بيحكي عن واحدة اسمها يسر. يسر اتجوزت من راجل جواز تقليدي جدا. الجوازة دي كانت بالنسبة لها جواز عائلات زي ما بيقولوا. بعد ما اتجوزت جوزها ده كانوا طبعا في نصايح كتير قوي بيقولوها للعروسة قبل ما تتجوز. كان دايما بيقول لها خلي بالك من بيتك ومن جوزك وما تخلوش ناقصه حاجه، والراجل بيتجوز عشان هو حابب ان هو يكون ليه ست، وحابب فهموها حاجات كتير جدا عن الجواز وفهموها يعني ايه التزامات ويعني ايه بيت ويعني المهم ان هي كانت داخله الحياه دي يعني كخلاص بقى ان هي تاسس اسره، وتحاول تخلي جوزها مش محتاج حاجه، لان هي شايفه كل الكوارث اللي بتحصل حواليها، وحابه ان هي تحافظ على بيتها وعلى جوزها. فأول يوم من جوازهم طبعًا زي أي عروسة بتلبس له هدوم خفيفة، بتلبس له قمصان، بتلبس له حاجات بحيث إن هُم يعملوا علاقة مع بعض. بدأت تحس إن هو كلامه ليها واقف أوي، والكلام اللي هو بيقول لها إيه اللي أنتِ لابساه ده والقصير ده أوي ده لازمته إيه، وأنتِ كل شوية بتغيّري. وبدأت بكلام مستفز غير كلام أي عريس في وقتها. بدأت تحس إن يا هو مكسوف مثلًا، أو في حاجة غلط، أو أنا ممكن أكون أنا مثلًا مأفورة. بدأت تحس إن هو يعني شخصيته مختلفة عن الكلام اللي هم قايلينه لها قبل الجواز. بدأت تشوف الدنيا فيها إيه، وبدأت تتكلم معاه وتقول له طب أنت بتحب إيه أعمله لك، طب أنت. لقيت رد فعله برضه غريب أوي. رد فعله بحيث إن هو يعني أنتِ حابة تلبس وحابة تعمل مثلًا الحاجات الحلوة بتاعة العرايس، لكن هو طول الوقت كان مصدّر لها إيه اللي أنتِ عاملاه ده، ده عريان، لأ البسي طويل شوية، لأ أنتِ عاملة زي عروسة المولد كده ليه؟ وحتى لمّا كانت بتحاول تغيّر العلاقة معاه أو تعمل أي حاجة تانية بحيث إن تكسر الملل، كان دايمًا كئيب، وكان دايمًا طول الوقت يقول لها أنتِ أنتِ ما تخلّيكِ ماشية طبيعية زي الناس وخلاص، أنتِ حابة تعملي اختراعات، أنتِ حابة أنتِ ليه بتغيّري لون شعرِك، أنتِ. كان طول الوقت بينتقدها عشان هي كانت بتتزين له وبتلبس له، وكان طول الوقت بيتهرب منها. لدرجة إن هي حست إن في حد تاني في حياته أو في حاجة غلط، لأن ما فيش حد طبيعي هو ما كانش حاببها بيتجوزها ليه، أو بيرتبط بيها ليه. الموضوع بالنسبة لها كان مستفز أوي. وقالت أنا في يوم كنا قاعدين برّه أنا وهو وقُلت له تعالَ نخرج، يالّا نتفسح شوية. وفعلًا كان أول مرّة يقول لي طب تعالي، وخدته وخرجنا وحاولت أتكلم معاه، وحاولت أفهم دماغه فيها إيه. أنت قدّامك مثلًا أنت بتحب حد تاني، هل إن أنت مش حاببني مش عاوزني؟ فلقيت رَدُّه عليَّ غريب وقال لي: "لأ أنا ما قُلتش كده وما أقدرش أقول الكلام ده، أنا لو مش عاوزك ما كنتش اتجوزتِك، بس كل ما فيها إن أنا ما باحبش البنات قلالات الأدب." فقُلت له: "يعني إيه البنات قلالة الأدب؟" قال لي: "يعني البنت المُنحلة، البنت اللي هي وشّها مكشوف، البنت اللي هي بتتكلم كده ببجاحة، أنا ما باحبش البنت دي." قُلت له: "طب بس أنا مراتك، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟" قال لها: "ولو مراتي، لكن أنا مش حابب إن أنتِ طول الوقت لابسة قصير ولابسة عريان ولابسة وحاسة إن أنتِ مهتمة بنفسِك زيادة عن اللزوم." اللي بيعمل كده البنات اللي هي الشمال، أو البنات اللي بتعرف رجالة وبتعرف شباب. فأنا بقيت مذهولة من الكلام اللي بيقوله لي. طب أنا ما باعملش كده لحد برّه، ده أنا باعمله لك أنت. لقيته دماغه غريبة أوي، ما بقيتش عارفة أتكلم مع مين والّا أعمل إيه، والّا أحاول أصلّح اللي في دماغه ده إزاي. لقيته طول الوقت عايزني أبقى محترمة، وطول الوقت عاوزني أبقى ببيتي لابسة، ولابسة طويل. ما أعرفش دي إيه، عقدة نفسية، هل هو مَر عليه تجارب مثلًا قبل كده، هل هو مش فاهمة، لكن هو موضوع إن هو يعرف حد تاني غيري ده لأ، ما كانش موجود. أنا ما بقيتش فاهماه وما بقيتش عارفة هو عاوز إيه. هل أنا لو ما لبستش هابقى كده هَمّلت فيه، والّا هو من الرجالة اللي ما لهمش أصلًا في الستات وبيحاول يقول لي كده عشان خاطر إن أنا ما البسش، أو ما مش فاهمة، ما بقيتش فاهمة منّه أي حاجة ولا فاهمة هو بيعمل كده ليه. لدرجة إن أنا حاسة إن أنا دلوقتي ما بقيتش عاوزاه، وكمان بقيت حاسة إن أنا بعيدة عنه أحسن. ما بقيتش أقرّب منه ولا باحاول إن أنا حتى أتكلم معاه، لإنه بقيت حاسة إنه شايفني سِت شمال، بقيت حاسة إنه شايفني جايبني من الشارع، مش حاسس إن أنا مراته. يعني أنا ما بقيتش عارفة أتعامل معاه أصلًا. هو فعلًا ما لوش في الستات، والّا إيه اللي هو بيعمله معايا ده؟ ما فيش حد في الدنيا ممكن يكون بيعمل كده. قولوا لي رأيكم أرجوكم، أنا مش لاقية لي حل ومش عارفة أعمل معاه إيه، ومحروجة أوي إن أنا أكلم أهله أو أهلي أو أقول أي حاجة. أرجوكم شوفوا لي حل وقولوا لي. بُصّي بقى يا قلب أختي، القصة دي
اللي بتسمعوها دي معناها حاجة واحدة بس، اللي هي الابن ده أو الزوج ده متربي على طلعته يعني إيه ابعد عن البنات، البنت اللي بتلبس عريان بتبقى مش محترمة، البنت اللي بتتكلم مع شباب بطريقة مش كويسة تبقى مش محترمة، البنت، لكن لما كلمته على البنات كلمته عشان يبعد عنهم ويتقي شر الحرام، لكن ما عرفتوش يعني ايه زوجة، ما عرفتوش الحاجات دي مباحة للزوجة، عرفته انه طلعته شخص معقد، هو ما عندوش علاقات ولا حاجة ولا عنده أي حاجة، بل كان عنده مشكلة نفسية من صغره، إن والدته كانت بتحاول تبعده عن الحرام وبتعرفه البنت الكويسة من البنت الوحشة، بتعرفه اللي بتعمل كده تبقى بني آدمة وحشة، هو طلع على كده، اتربى إن اللي بتعمل الحاجات دي تبقى غلط، اللي بتعمل الحاجات دي تبقى مهما يكون اللي حواليه كانوا بيتكلموا والشباب أصحابه، لكن من صغره طلع جواه عقدة إن البنت اللي بتلبس قصير أو البنت اللي بتبقى بتعمل حاجات في نفسها دي تبقى بنت مش كويسة، تبقى بنت بتاعة شباب، فطلعت معاه العقدة دي من صغره، هو طالع عليها، الأم اللي ربت العقدة دي، الأم اللي ربت في ابنها يعني إيه ما تعرفوش يعني زوجة يعني إيه، وبنت مش كويسة يعني إيه، أو بنت أخلاقها مش كويسة يعني إيه، الغلط عند الأم والغلط عند النشء من الأول، لما تعرفوا يعني إيه زوجة ويعني إيه بنت تانية بره بعيد عن بيتها، متعرفوش يعني إيه الحلال والحرام، إيه اللي ينفع يتعمل في بيته لجوزِك أو لمكان لواحدة ست متجوزة، وإيه اللي البنت اللي بتعمله برّه للناس كلّها، هي ما علّمتهوش النقطة دي وما فهموش، لإن ممكن يكون كتر خوفها عليه من اللي بيحصل، هي طلّعته إن هو عايزاه شاب محترم، ويعرف يعني إيه ينقي بنت كويسة، ويعرف يعني إيه يتعامل إن هو في حدود الشاب المحترم، ما علّمتوش يعني إيه جواز، ما فهمتوش يعني إيه دين، ويعني إيه مراتك مُحلّل ليها تعمل كل ده، والواحدة اللي برّه دي الفرق بين الزوجة والست اللي برّه بتعمل كده أو البنت اللي برّه، ما عرفتش إن الفرق بين الحلال والحرام.